أنا عز بثامر، منصور بلوي من أعز أصدقائي. انسوا رئاسة الاتحاد. أوكي، انسوا رئاسة الاتحاد، انسوا رئاسة الاتحاد. لقد قطعت وعدا على نفسي أمام مطالب وإلحاح جماهير الاتحاد، ذلك المدرج الكبير سعة وعشقا الذي قدمت منه لخدمة وطننا وكياننا. نادي الاتحاد العميد، مديرا ومشرفا للكرة، ورئيسا وعضوا للشرف. وفي كل المراحل كنت أشعر أنني جزء منه وهو كلي. لكن أحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لذا أعلن انسحابي من الوسط الرياضي رسميا. بثامر، تقدمت وتحدثت انك ستتقدم للرئاسة، وجمهور الاتحاد كان منتظر تقدمك لملف الرئاسة، وبعدين فجأة يصدر هذا البيان. هل هناك ما لا تستطيع ان تقوله عبر وسائل الاعلام ام هناك اسباب اخرى؟ لا والله انا الفكرة ما في، ان حقيقة الموضوع لا اريد ان اخوض فيه اكثر من اللازم. خلاص قررنا ان نرتاح من الوسط الرياضي. أنا منسحب من كل مجال رياضي في الوسط الرياضي. كان حلمي إني أوصل للاتحاد العالمي ونشارك في أندية كأس العالم، والحمد لله هذه تحققت. أنت قدمت شيء للتاريخ في نادي الاتحاد، وقدمت شيء الناس كلها تعرف من هو منصور البلوي داخل السعودية وخارج السعودية. من حق جمهور الاتحاد أن يستأنف هذا القرار اللي صدر من منصور البلوي، ومن حقهم بهذا العشق وبهذا الحب. يعني أنا أتوقع بعد خسارة كل البطولات للاتحاد هذه السنة كانوا ينتظرون بطولة منصور البلوي بأنه يرجع لهم. القرار اللي اتخذ اليوم هو قرار تاريخي يدخل من ضمن نطاق 2011 والغرائب الكبيرة اللي فيها. هذه خسارة كبيرة جدا لن تعوض في نادي الاتحاد. خسارة الدوري لن تعني الاتحاديين كثير، خسارة كأس ولي العهد لن تعني كثير، خسارة الكأس الأخيرة، خسارة كأس آسيا لن تعني كثير، لكن خسارة أحد الأبناء الأوفياء الرجال اللي تفانوا في خدمة نادي الاتحاد مثل منصور البلوي هي الخسارة الأعظم على الأقل في آخر 20 سنة بالنسبة لنادي الاتحاد. أتمنى أن تقبل قرار الاستئناف من قبل جمهور الاتحاد إن كان هناك قرار، لأن هذا الجمهور لمست عن قرب يعشق شيء اسمه منصور البلوي، والمحبة ما تجي من فراغ يا أبو ثامر، محبة تكونت من سنين ليس بالمال بل بالعمل وبالإخلاص. الناس تحبك كثير، واعتقد من حقهم أنهم يستأنفون القرار. جمهور الاتحاد حقيقة يعني أقول لهم إني أشكر حبكم وثقتكم فيه، وصدقوني إني كنت أنا يعني اللي بقول لكم يعني إن شاء الله قد ما كنت أقدر وأنا رئيس لنادي الاتحاد إني أكون محل ثقتكم ومحل إن شاء الله إني أقول قد وصلت في النادي الاتحاد إلى ما كنتم تتمنون، وإن شاء الله بإذن الله أقول لكم إن شاء الله، وأنا أدعمكم ليجي من هو أفضل من منصور البلوي ويحقق الاتحاد إنجازات أفضل من منصور البلوي، وإن شاء الله إلى لقاء. ولا تحرجوني في الموضوع هذا، يعني للأمانة هذا قرار نهائي يعني بالنسبة لي لا رجعة فيه. قرار سد النفس. الرجل والله أعلم أنه طفش في شيء طفشه. يا أخوي كم قيادة رياضية عندنا في الوطن العربي، كم هم القادة الرياضيين يا أخوي، نشحتهم شحاتة عشان يطلع لنا قائد صاحب فكر صاحب حضور. اليوم نخسر منصور البلوي بهذه الطريقة بهذه السهولة بهذا القرار، يعني ما زادنا منصور البلوي إلا حيرة. لا ترحل شمر الكون دمع بينزل، لا ترحل والله احتاجك انا، خليك بجنبي
والله ما يسوى أعيش الدنيا دونك، ولا غير سكن قلبي وعيني حبيبي يعود ليا. تحدوه البشر كلهم وصاروا ضده بالهوى والله صاروا، ولا هم حبيبي حبيبي ومهما صاروا الناس ضده، تحداهم وحط ايدي بيده، ولا هم حبيبي ابيك وما ابيهم، ابيك وما ابيهم، ولا غيره سكن قلبي وعيني. لو نساك وراح قلت لهم يعود، وبقلبي المحبوب بس انت موجود. ارجع يا ضي العين لا تنسى الوعود، ارجع يا ضي العين لا تنسى الوعود. ليلة اريد وياك نقعد سوي. الليلة هذه واضحة ليلة فراق، حاولت أعديها وعيت تعدي، ظروف ما تنطاق ولا راح تنطاق. صد القدر ما هو بصدك وصدي، تعال خذني بين يديك مشتاق. قبل ان تفارق حط يدك بيدي، بجلس معك ساعة حبايب وعشاق. من بعدها كيفك ولو صرت ضدي، فيني خليط اشواق بشواق بشواق. واصل معك من كثرة الشوق حدي، ودي ألمك واحضنك حضنة عناق. يا شيب عيني كل ما قلت ودي، في خاطري وش خاطري خاطري ضاق. الكون كله ضاق ما هو بقدي، حتى الدموع اللي استحت كبر واخلاق تساقطت من فوق خدك وخدي. لوحة شعر تبكي على بيض الأوراق، ريحت فيها مرد الحظ سدي. ليلة جفا وفراق ما مثلها فراق، حاول تعديها وعيت تعدي، حاول تعديها وعيت تعدي. ارحموا جمهور الاتحاد. سنة تجيب الهم، الله يعديها على أنت تريد وأنا أريد، ويفعل الله ما يريد.